في حاجات بتكون جوه البيت احنا بنعيش معاها ونفتكرها ساكتة لحد ما تيجي لحظة وتتكلم. نورة كانت بتحب تحتفظ بكل حاجة قديمة في بيتها، كل ورقة، كل جواب، حتى اللعب القديم. وفي يوم وهي بترتب الدولاب لقيت صندوق خشب صغير مش مكتوب عليه حاجة. الصندوق مقفول لكن مش بمفتاح، كأنه مش راضي يتفتح. في الليل وهي نايمة سمعت صوت جاي من الدولاب، صوت خطوات خفيفة، ولما قربت لقيت الصندوق بيتحرك لوحده. فتحت الصندوق لكن جواه مفيش حاجة. بس أول ما فتحته سمعت صوت، صوتها هي. كانت بتسمع جملة قديمة قالتها زمان لكنها مش فاكرة امتى. من اللحظة دي كل يوم بالليل الصندوق كان بيطلع منه صوت جديد، صوت جدتها وهي بتحكي لها حكاية، صوت أبوها وهو بيناديها، صوتها وهي بتعيط. لكن الأصوات كانت دايما بتتغير، بتعيد نفس الجملة وكأنها بتتشوه. نورة بدأت تلاحظ إن كل ما الصندوق يتفتح بيحصل حاجة في البيت.